بينا. تعالوا شوفوا اخر مره تشوفوا مصطفى. ركبنا عربيه كلنا ورحنا التلاجة، طلعوا قلب التلاجة مش واخداه، طلعوا راسه كده لينا. راح اول ما شافني انا وامي واخواتي راح ضحك. اخواتي البنات اقسم بيمين الله احصله يا رب ضحك لنا جامد. وراح يا حبيبي قرطه دي كانت عرقانه في التلاجة والتلاجة مش واخداه، وراح دمعته نزلت كده علينا وهو بيضحك. بس والله يا مصطفى ما تخاف، اقسم بالله ما تخاف، احنا في امان والحكومه هتجيب لك حاجه يا ابوي. اول ما فتحنا اقسم بيمين الله قسما حلف عليه احصله يا رب انا وعيالي واللي مني. اول ما فتحوا الثلاجه راح ضحك لنا جامد. الشباب بيت تقول ده صاحي، حد يجيب دكتور. اقسم بالله وهو على الغسل برضه كان وهو على الغسل بيضحك. ما وقفناش، ده اللي غسلوه قال. طب اقول لك حاجه، في شيخ اول ما عرف ان مصطفى حبيبه مات جاب له ميه زمزم. اقسم بالله اخويا اتغسل بميه زمزم واخرها ايه؟ اخرها ايه؟ بعد عنا نشرب عشان هو كان بيحب. وهو طالع من الجامع ماشي على اخرته، اقسم بالله بل عليا انا وامي واخواتي. والله وكتب يا بيقول لنا ما تقلقوش انا في الجنه بس ما تعيطوش. والله يا رب يرحمك يا ابويا. على فكره انا ما زعلتش على ابويا قوي عشان انا ما شفتوش، انا ميت وانا عندي 12 سنه. انا عندي 30 سنه اخويا مصطفى مجوزني وساتر عرضي. واول ما كنت اقول بس انا بيتي قدام اخويا كان يطلع يقول لي مالك يا ابويا اهدي والنبي ما تتخن، انا مش عايزك في مشاكل. والله كان حنين جامد. يا جماعه يا حكومه احنا عايزين بس نشنق اللي ضربه، والله ما عايزين تاني. عارفين لو مصطفى صحي ما كناش عايزين بس انا مش حقه قصاص، القصاص مش نجوم، موتوه ريحوه. والله اخويا بلد، اخويا اتعمل له حته جنازه فرح ما اتعملتش لحسني مبارك اللي مسك 30 سنه. اخويا اتعمل له جنازه يتعزلها بلاد، ما كانش راضي يخش التربه، الناس بتشده من التربه. اخويا دخلنا ده طلعت من المشرحه بزغرط من كتر ما هو بيضحك لنا. بقول انا في الجنه عشان انا باشا بشتري اكل عيش. التفاح كان جايب لامي عليه دمه، عليه دمه. تفاح اخويا لموه واختاروا عليه دمه. ليه؟ ليه؟ ده كان فاتح بيوتنا، ده كان كل يوم يحط لنا الصينيه. انا جوزي باشا وجوز اختي باشا، بس جوز اختي التاني متوفي، اختي التانيه متطلقه، شايلنا مدخل واحده هندسه عيل واخده تحت رجله في المحل. كان باشا، كان باشا. اقول لك إيه تاني، ما بيسيبش ركعه قبل ما المصلي بتاع الجامع ينادي عليه اللي هو الامام يكون مصطفى جايب المكنه. ما بيسيبش ركعه، هو ده اللي انا باخده. اخويا كان فاتح جمعيه خيريه من ورانا، بنفتكر اللي فلوسه ضايعه، اتاريه بيجهز بنات يتامى. يعني لو طلع له 5000 جنيه طول الشهر ونص اللي بيشتغلهم ولا الشهرين يروح يدي الواحده الاربعه ويقول لها شوفي واحده يتيمه جوزيها، شوفي عيل يتيم ما دخلش المدرسه عشان هو يعني ما دخلش كان يتيم، عشان هو يعني جهزت. انا اخر واحده مجوزها هو واخواتي الصبيان، بس هو بالاكتر عشان هو عايش معانا هنا. اقسم بيمين الله ما جه في يوم قصر معانا، اقسم بيمين الله ما جه في يوم كان لقمه من غير. والله انا ما كنتش بطلع فوق، كان بيرمي لي الاكل بتاعي. انا عندي الخير كله، بس يقول لها اختي ما تاكل، ده بعت لي لحمه، بعت لي لحمه طيبه والمصحف في الفريزر. بيقول اختي ما كانتش هي وقعدت معايا في الدكان كلي. ابني جايب له العبايه بتاعت العيد، ابعتي لي حتيمه اجيب له العبايه. امشي على كوبري نصر اشتري الخضار، يقول لي لا ما تمشيش على رجلك يا ابويا، ما تشيليش تجيب، اركبي توك توك ما تمشيش. طب انا اجيبه منين تاني؟